تصدق ان في عاديه كانت داخله في مشروع جانبي على الفيسبوك ودخلها وقتها كان $1000 في الشهر، النهارده بقت بتكسب 275 الف دولار في الشهر، يعني في السنه 3.5 مليون دولار، وكل سنه عماله تزيد 10%. سامعك يا واد، سامعك وانت بتقول هي عملت ايه يا عم رائع؟ ده انا نفسي اكسب ربع اللي هي كسبته. انا هقول لك، الست دي عملت حاجه اول ما تسمعها هتقول يا عم دي تفاهه، بس الفكره البسيطه ساعات بتكسب دهب. الست دي عملت حاجه اسمها ارتفول اجنده ورا الكاميرا، قالوا لي كده كالندر رقميه، يعني اجنده على الموبايل بس بشكل شيك وعصري يا واد. طب ليه؟ قالت لك الناس بتحب تنظم وقتها، طب ما نعمل اجنده تبقى ممتعه وسهله ومش ممله زي الدفاتر القديمه. الفكره دي جات لها 2016 في اسبوع ابن صاحبتها، ساعتها كانوا بيتكلموا عن المواعيد والمناسبات، قالت ليه ما يبقاش في كالندر حلوه تفكرنا بكل حاجه حلوه. وفي 2017 بدات الشغل الجد، كلمت مصممين ومبرمجين عشان يشتغلوا معاها، وعملت جروب صغير على الفيسبوك. في الاول كان صحابها واهلها بس، وشويه شويه بدا يجي لها ناس غريبه عجبتهم الفكره، والناس بداوا يقترحوا عليها زودي كذا وغيري كذا. الجروب ده اوقات كان زي المعمل اللي اتبنت فيه الفكره. طيب لما التطبيق خلص وطلع للنور، ساعتها فكرت وقالت اسوقه ازاي؟ جابت شركه استشارات تسويقيه محترفه، عملوا لها خطه وتوزيع وتسويق، ومن هنا فهمت الدرس ان الفكره من غير تسويق زي فنجان القهوه من غير وش مظبوط ما يشدكش تشربه. في الاول كانت بتكسب من 1000 ل 2000 دولار بس بتدفع كتير على الدعم الفني، بس لما بدات تحط فلوس في الاعلانات الارباح طلعت واحده واحده لحد ما وصلت للالوفات كل شهر. دلوقتي هي مشغوله بس بالمتابعه والافكار الجديده، ومش بتجري ورا كل تفصيله زي زمان. فريق العمل هو اللي شايل كل حاجه. الخلاصه يا واد ان الفكره ممكن تبقى بسيطه جدا، بس اللي يفرق معاك هو ازاي تنفذها وتسوق لها صح، وما تتعاملش مع البيزنس بتوتر. اعتبره رحله، كل خطوه بتقربك من الكنز، بس انت استمتع بالرحله نفسها. زمانك لسه ما نضجتش يا واد، بس لما تنضج هتفهم ان السر مش في الفكره بس، السر في التنفيذ والتسويق. وتابعني عشان تكسب يا واد.